ايه الصوت ده؟ هو ازاي الصوت ده طالع منها؟ يا ربي، الست دي كانت عاملة ايه في حياتها؟ أثناء الغسل وأنا بغسل المتوفية سمعت صوت تكسير، وكان الصوت ده طالع منها. عشان أتفاجئ وأنا بلفها على الجنب اليمين لقيت سنانها كلها وقعت في إيدي، وأنا طبعا هنا اتصدمت وقلت إيه يا ترى عملت إيه الست دي علشان خاطر سنانها تقع بالشكل ده. وتعالوا بينا نسمع الحكاية من الأول عشان نعرف إيه سر الست دي. بس الأول صلوا بينا على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات. أنا طبعا ورثت مهنة الغسل من أمي الله يرحمها، وأنا طبعا لما كبرت حبيتها طبعا من أمي لأن بيبقى فيها عظة وعبر كتير قوي. انا طبعا لما كبرت مارست المهنة دي بحب قوي، يمكن كمان اكتر من امي، لكن انا وجهت نشاطي كله لوجه الله. بقيت اعمل الموضوع ده بحب جدا وبعمله لوجه الله بدون اي مقابل، عشان في يوم وانا نايمة اصحى على خبر وحش قوي. حد بيصحيني وبيقول لي ان جارتنا اللي في البيت اللي بعد اللي جنبنا توفت ووقعت من فوق السطح. انا طبعا زعلت عشانها جدا، طبعا ما تغلاش على اللي خلقها، ولكن هي كان سنها صغير ويعتبر برضو يعني لسه في عز شبابها. ولكن الغريب والأغرب واللي كانت الناس بتتحاكى عليه عن سر البيت ده من يوم ما اتبنى وتتوالى الحوادث فيه وناس بتموت فيه، وزي ما يكون كان البيت نذير شؤم، لان طبعا صاحب البيت دوت كان راجل متزوج. الراجل ده طبعا كان متزوج من زوجته الاولانيه، والزوجه دي كانت الناس بتحبها جدا وكانت بتشكر في طيبتها وقلبها، كانت الناس كلها بتحبها. خلفت طبعا هي بنتين، كانت الكبيره دلوقتي عندها 12 سنه والاصغر منها عندها 7 سنين. الام جالها مرض وفضلت تتعالج منه لفتره، ولكن طبعا كان اجلها جه وتوفاها الله وسابت البنتين، واحدة عندها 12 سنة دلوقتي والتانية عندها 7 سنين، ودي كانت تاني واحدة تتوفى في البيت ده بعد مامتها. وفي الآخر يليها مرات الأب الأخيرة. وتعالوا بينا أحكي لكم حكايتها بالظبط، إيه اللي حصل معاها او ايه الجوازة جت ازاي. طبعا بعد ما الام ما ماتت الاب كان محتار ان هو محتاج حد يرعى اولاده ويربيهم، لان هو كان شغله او ظروف عمله كانت بتتطلب منه ان هو لازم يغيب ب3 اسابيع ويرجع اسبوع، لانه كان بيشتغل في محافظة تانية خالص. ومن هنا اهل الخير طبعا عرضوا عليه الزواج وان هو يشوف واحدة ترعى بناته، مش عشان خاطر الجواز، عشان خاطر بس رعاية الابناء. ويبدأوا الناس والاقارب يشوفوا له زوجة يكون متوفر فيها الشروط اللازمة للزواج. والحمد لله في ناس عرضوا عليه واحدة كانت مطلقة وان ربنا ما رزقهاش بالخلفة وان هي عندها عقم، يعني عمرها ما هتخلف تاني. ودي طبعا ظروفها مناسبة جدا ان هي هتعامل البنات اليتامى دول زي ولادها، بحكم ان هي محرومة من الخلفة وانها هترعاهم وهتبقى اكيد ست كويسة جدا. وفعلا تم خطبتها وان هم راحوا وخطبوها للراجل ده او للاب، وفعلا اتجوزوا والبنات كانوا عايشين معاها احسن عيشة وكانوا بيحبوها قوي، وكانت بتعملهم حلوة قوي، بتجيب لهم حاجة حلوة والعاب والكلام ده كله في اول الزواج. اللي حصل بعد كده في ظروف كده برضو غامضة، تتوفى بقى بنته الصغيرة ان هي تقع من فوق السطح عشان يليها مرات الاب، وان هي كمان تتوفى بنفس الطريقة وتقع من فوق السطح. وهنا بدأت التساؤلات لما انا رحت اعزي بالليل عشان اخد واجب العزاء او اعمل واجب العزاء، بحكم طبعا انها كانت جارة لينا. اول لما دخلت طبعا لقيت الحزن بيعم على المكان، والناس كلها فعلا حزينة على مرات الاب اللي توفت دي، وكله كان بيدعي لها بالرحمة. الا لقيت بنت الراجل دوت لقيتها واخده كده جنب واقفه كده عادي جدا، ولا باين عليها اي نوع من انواع الحزن، ولا باين عليها انها زعلانه ولا حزينه خالص على وفاتها، مع ان كله كان بيشكر في مرات الاب دي وبيقولوا ان هي كانت بتعامل البنات احسن معامله. طبعا انا بعد كده لما لمحت البنت الكبيره واقفة على جنب كده ومش باين عليها اي حاجة للحزن، رحت قعدت جنبها ورحت عشان اواسيها واقول لها الباقي في حياتك وانا زعلت قوي عشانها، اكيد انت كنت بتحبيها قوي زي مامتك وان هي عشان بتعاملكوا حلو والكلام ده. لقيت البنت بتبصلي بصة غريبة جدا وبتقولي انا اصلا مش زعلانة عشانها وربنا خلاها تموت نفس الموتة اللي موتت بيها اختي. قلت لها اختك هي مرات باباكي هي اللي موتت اختك؟ قالت لي اه هي اللي موتتها. قلت لها ازاي؟ ده بيقولوا ان هي وقعت من فوق السطوح. وبدأت هنا تحكي لي وتقول لي الست اللي انت فاكراها بتعاملنا احسن معاملة عمرها ما كانت بتعاملنا حلو الا ايام الخطوبة او قدام بابا بس بعد الجواز، غير كده كانت بتعاملنا اسوأ معاملة،
وان احنا كأننا خدامين عندها، احنا اللي بنقوم بكل حاجة في البيت، سواء اكل شرب شراء الحاجة، طول ما هي قاعدة. واللي ما يسمعش كلامها كانت دايما تضربه، والضرب بتاعها مش زي اي ضرب، الضرب بتاعها لازم يبقى على صورة عض. كانت دايما تعضنا بسنانها في كل حتة في جسمنا، ده اللي يقول لها لا. وانا طبعا كنت على طول اللي برفض الحاجات اللي بتطلبها مني او اللي كنت بقاوح معاها، لان كنت رفضها ومش بحبها من معاملتها لينا. لكن اختي الصغيرة يا عيني كانت بترضى بتوافقها على اي حاجة عشان خاطر ما تتعضش. لكن انا طبعا اللي كنت بتعض اكتر منها، بسبب ان انا دايما كنت بقف لها وبرفض حاجة زي كده. وجيت في مرة قلت لها انا هقول لبابا عليكي على كل حاجة، احنا ما بنحبكيش ومش عايزينك، وهقول له لما يجي انت بتعملي فينا ايه. ساعتها بصت لي بصة عمري ما هنساها، وهي بتقول لي طب جربي كده قولي له، وانا هحرمك من ابوكي وهقتله واخليكي يتيمة الاب والام. طبعا انا ساعتها خفت جدا منها، وخفت ان هي ممكن تنفذ حاجة زي كده. لحد لما في يوم واحنا نايمين جت تصحيني من النوم، وهي بتقول لي قومي يلا اطلعي حطي الاكل للفراخ فوق السطح. قلت لها لا انا مش هطلع فوق السطح، بابا منعنا ان احنا نطلع فوق السطوح عشان السطوح ملهوش سور واي حد ممكن يقع منه. طبعا ساعتها نزلت عليا بالعض في كل حتة في جسمي، وانا عمالة اصرخ ومش عايزة اطلع. اختي الصغيرة ساعتها خدت هي الموقف وقالت لها انا هطلع انا احط الاكل فوق السطح. انا طبعا قلت لها ما تطلعيش، بابا قال ان احنا ما نطلعش عشان محدش يقع من فوق. لكن هي حبيبتي كانت عايزة تفاديني عشان هي بتراضيها فما بتعضهاش، لكن انا لما بقول لها لا بتفضل تعض فيا. وطبعا هي قالت ان هي هتطلع تحط الاكل للفراخ، وفعلا طلعت حطت الاكل للفراخ، وهي نازله اتكعبلت ووقعت من فوق السطح، وهنا كانت اتوفت اختي. وانا طبعا قلت الكلام ده وقت للناس كلها والبابا، لكن مفيش اي حد منهم مصدقني. كلهم بيقولوا لي انت بس ده عقلك الباطن بس من حزنك على اختك هو اللي بيوهمك بحاجه زي كده، دي بتعاملكوا احسن معامله. لان طبعا هي وهمه الكل ووهمه بابا اولهم ان هي بتعاملنا احسن معامله، وده ما بيحصلش. لحد لما يجي في يوم ربنا بقى هو اللي يريد ان ياخد حق اختي وينتقم منها أشر انتقام. الست دي كانت في يوم صحيت وعملت كوباية الشاي وقالت تطلع تتشمس فوق السطح، وهي بعد ما خلصت قعدتها وخلصت شرب الشاي وهي نازلة اتكعبلت ووقعت نفس الوقعة اللي أختي وقعتها، عشان ربنا يعمل فيها نفس اللي هي عملته فيا. وطبعا ساعتها أنا كنت بسمع الكلام ده وأنا مصدومة ومش عارفة أقول لها طب وانت ازاي ما قلتيش حاجة زي كده وازاي ما حدش صدقك. وقلت لها طب ما يمكن انت يا بنتي بتهيألك. لقيتها فجأة قامت من على الكرسي وبعلو صوتها وقدام الناس كلها وهي بتحاسبن عليها وبتقول الست دي عمرها ما هتشوف جنة وربنا عمل فيها زي ما عملت فينا. ولقيتها فجأة كده هو قدام الناس بتعري جسمها وبتورينا كلنا العض اللي هي كانت بتعضه لها والعلامات اللي مالية جسمها والزرقان أثر العض واللي كانت بتعمله فيها، عشان كلنا طبعا ساعتها نتصدم. وفجأة الميتم كله يتحول، بعد ما كان بيترحم على الست وصعبان عليه بدأوا كلهم يحاسبنوا عليها ويدعوا عليها وان ربنا ينتقم منها على اللي عملته في بنات صغيرين كده ايتام. محدش كان مصدق وانا بصراحة كنت مصدقة. هنا بس عرفت ان ده سر تكسير السنان وانا بغسلها.